السؤال الأول، أول شيء نحن نثبت العرش بعدك ننقش عليه. هل أنت تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين؟ خاتم الأنبياء والمرسلين ومعصوم كمان، وعبس وتولى لا يجوز في حق الرسول لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني واحد يقول لك عبس الرسول عبس ويشيل إنسان، إحنا ما بنقبل به. الرسول ده ما بيخطئ، هي معصوم. ايوه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يوجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ما كلهم وبعدين قلت لك ما تعرضت للناس اللي قتلوا ابو بكر الصديق انهم ارتدوا والله لو كانوا ما اعطوني وقال بعير كانوا بيعطوه الرسول لقتلتهم عليه كان بيدفعوا الزكاه للرسول وما في زول بيعرف المنافقين حتى الرسول ربنا قال لو انت ذاك قلت انه في منافقين اذا حتى المنافقين اللي قلتهم انت في الايه دي الرسول ما يعرفهم لانه سياق الايه واضحه لا تعلمهم نحن نعلمهم لكن ما شاء الله انت بعلمك الخارق للعاده اعلم من الرسول انت حتى اذا قلت منافقين ما بنجيك إذا أنت قلت المنافقين وكان الرسول ما بيعرفهم وأنت عرفتهم ده أصلا يعني كلام ما يعقل ولا تقول تضحك على عقول الناس. دي النقطة الثانية. من هو الصحابي؟ ما في تعريف الصحابي، أي زول عايش في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو صلاة برضه صحابي. اللي هو الناس اللي طلعوا من المسجد لك يوم الجمعة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائم قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. صحابة طبعا من المسجد. فإذا ما كل الصحابة هم أجلاء. في صحابة هم الصحبة هي الصحابة أصلا. والصحبة ما عندها أي قيمة لأنه قلت لك الصاحب في القرآن لما تشوف وين ورد إذ يقول لصاحبه أكفرت بالذي خلقك من تراب. إذا أنت صاحب. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون من غير واحد قهار. إذا الصحبة ما عندها أي قيمة لو ما في إيمان معه. في زمن لسه مش ومنهم من عاهد الله برضه ما علقت فيه من هو نزلت فيه ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله ولنصدقن ونكونن شاكرين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. برضه واحد من الناس اللي كانوا عايشين في زمن الرسول ومن الناس اللي ارتدوا من الاسلام واضح جدا. ففي كلامك الجاي ده علقوا وانا اديتك من زمن ذاك وبعدين ممكن اجيب لك الموطأ في النهايه واجي اكذبك فيه ورضا الكبير اللي قلته انا عشان ما تقول لي امشي اقعد هناك وقال لك بتاع انت كبيره انه قال لك اقعد هناك يعني. المهم تقعد في اي حته وقال لا رضعيه. عايزين نشوف في موطأ الامام مالك ونحن طالعين من هنا عشان نشوف الكذاب وانا اوريك في موطأ الامام مالك وممكن بعد المداخله طوال نمشي هناك عشان نحسب انه هذا كبير يا رسول الله. المره بتحتج في موطأ الامام مالك لو كان اصلا يحلبوا يرضعوه ما في اشكال. اذا المره ما كانت تحتج لو مر رضاعه عاديه اللي هو واحد كمان من اهل مصر برضه هنا كتبوا في الازهر هنا في جريده الصحابه كتبوه بالخرطوم منه اي واحد موظف في مكتب لانه مستمد من الروايه السنه انه يرضعوهم يبقوا اخوان طردوه من الازهر كتبوه في الجرايد. لكن انت ما قاعد تقرا جرايد لانه انتم طريقتكم انه تقرا الجريده بيقول لك الروايه قران كان القران ده بيقروه ليل نهار. روحوا عن قلوبكم ساعه بعد ساعه مش واحد بيقول اقرا القران لا امشي بعيد وبعدين انت اخيتك ما عندك قران انت ولا تفهم في القران. يد الله فوق ايديهم انتم عندكم ربنا عنده يد ورجل يعني كل شيء هالك الا وجهه اذ يد الله سبحانه وتعالى بتهلك يعني بالنتيجه في النهايه لانه يد الله فوق ايديهم. يد ربنا بتصفوه باليد انتم بتجزوا الله سبحانه وتعالى. انت لا تعرف القران ولا اصلا شفت اهل العلم وبعدين اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. مو اي شيء صحابي منافق زي معاويه تجيبوا ليه تقول ده عالم. اهل الذكر منو؟ بيطبق فيه شروط. اوعى تكون انت معتقد نفسك من اهل الذكر لا برضه كمان. اهل الذكر للناس بصفاته ممكن يكون اهل البيت الصحابه دول كلهم وديل اسمهم اهل البيت وديل بيسوم بالصحابه. مش تقول لي احنا بنحب كل الصحابه. اهل البيت ما صحابه. اذا انت ما بتحب اهل البيت اول لانه انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. بيختلف عن الصحابه اللي هو لما نتكلم عن ابو بكر الصديق شوف في الايه هناك اذ هما ثاني اثنين في الغار اذ يقولوا لصاحبه ده صاحب وهناك اهل البيت. بتسب الصحابه يعني او بتحب الصحابه انت قلت اذا انت ما بتحب اهل البيت. اذا عندك المفروض تجزئوا في اهل البيت وفي صحابه. التقيه اولا عكس النفاق. الاسئله التقيه عشان افهم البني ادم ده هو عكس النفاق عشان تفهم انت ما بتعرف شيء. انت انسان مغرور ساكت وضللوك ساكت الناس.
التقية ما النفاق، عكس النفاق. النفاق انه انت تظهر خلاف ما تبطن، ومعروف انها بتظهر الايمان وتخفي الكفر جوا يعني. التقية غير كده. في زمن الرسول صلى الله عليه واله وسلم بيقول لك الكفار اخذوا رجلين اثنين وهددوهم، لو ما سبيتوا الرسول بنقتلكم. واحد خاف وسب الرسول وخلوه، وواحد ما سبه وقتلوه. جاء حكى للرسول الراجل ده: يا رسول الله لما قالوا لي ضغطوني انا كنت سبيتك وخلوني. وجاء قتلوه، قال هو تعجل بالجنه ذاك الزول اللي قتلوه ده. وانت قال انسان يعني فقيه، انت اخير حتى اذا عادوا مره ثانيه قالوا لك سبنا عشان ما يقتلوك سبنا. يعني معناته انت تظهر شنو؟ كانه انت ما مؤمن، تظهر انك ما مؤمن، مش تظهر النفاق. النفاق عكس ظواهر. النفاق انت بتظهر كانك مؤمن، زي ده بيكون قاعد في المسجد. واكبر منافق، اكبر منافق في الدنيا يكون هو ويضل الناس. وعندهم احاديث موضوع: اذا رايت الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالايمان. بيكون عندنا في ناس سكارى، والله سكارى بيأذنوا في المساجد. بيكون في ائمتهم بيعملوا سحر للناس وهم ائمه بيهموا بالناس. بسم الله ما قاعدين يقروها يقولوا امين، ويقول لك الرسول قال لهم كده، كان الرسول رسلوه عشان يختم القران ده. بسم الله الرحمن الرحيم ما يقولوا ويقول امين، ده صلاته باطله اصلا. عشان كده انا ما بصلي ورا الناس دي، مش سرا. انا اصلا اذا خليت الصلاه دي كده بيتكلم معي اصلا. ليه اخبي؟ عشان اوريه. انا ما زيك بتاجر بدين عشان يقول لي بلحيه ويقوم يعمل لي حساب. انا بصلي كانه ما قاعد اصلي. دي اسمها التقيه، كانه الناس يعتبروني ما قاعد اصلي ذات. دي ما اسمها نفاق، ده عكس النفاق. عشان الناس ما يبدوك بايمانك تاكل وتشرب في المجتمع بدينك تتاجر به، ده النفاق. لكن كون التقيه كانك ما مؤمن، الناس ما يدوك هيبه بالدين بتاعك عشان ما تقعد تتاجر بالدين. دي التقيه، عشان تفهم التقيه شنو معناها. مش ناس زيك بيفهموا كلام زي ده. انت اذا كنت بتفهم ده اصلا ما كنت بقيت من الوهابيين بتاع السوريه دي. انت تعبر الامراء والملوك بتاع السوريه يرسلوا لك قروش تاكل وتشرب هنا، وعددكم ما حيزيدوا على هذا. على اليمين عدد الشيعه اقول لك اكد لك في السودان اكثر منهم. وكل يوم اي عاقل بيخش في الدين ده لانه اساسه الكتاب، واي زول قلت لك غادر الكتاب هو ما شيعي. اذا هو الكتاب ده، انت اذا فهمتهم غلط ارجع لدينك ذاته. عشان كده انا قلت لك مسلم عشان ما تفهم غلط، لانه كلمه الشيعه وانتم ماسكينها على الناس كانه عارف. الشيعه شوف في القران ورد في شنو؟ ومن شيعته لابراهيم، ما يشوف انت كيف؟ ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلان يقتتلان، هذا من شيعته وهذا شيعه هو تابع للرجل. نحن شيعه الرسول، نحن شيعه محمد من كده، ما عيب. لكن انتم رويتوا بين الناس كده، لكن انتم الباطلين، انتم سوديتكم الباطله والبدامر بالفحشاء والمنكر، وانتم ما بتحبوا اهل البيت، توركولك على الصحابه، لكن حب اهل البيت هو الوارد في القران. جن ممكن يدخلك الجنه، لكن ما صحابي، كلهم فيهم المؤمن وفيهم المنافق. وما تقول لي الصحابي هو من امن بمحمد، انت بتعرف كيف امن ولا ما امن؟ احتمال يكون منافق وقال انا امنت. شنو دليله كان يعني؟ قال من وجد محمد وصلى وكان مؤمن، قال كده يورينا حته مؤمن هو عرف كيف. هو عنده دليل على هذا. المؤمن كان في الزمن ده هو بيعرف من دليل. ده كلام كله باطل لا يستند الى دليل، وبتكورك وبتعرف اللغه وشنو. نحن غلطانه والله احسن منك في اللغه العربيه. انت لا تعرف اللغه ولا بتعرف